السلام عليكم. الوصفه ديال اليوم نحتاجو فيها لي كورجيت وكذلك طوماط سوريس مقطعين على هذا الشكل هذا. هنايا في لاطه ديال الفران كنديروا ورقه الزبده، كنديروا تقريبا واحد نص معلقه ديال العسل في كل جهه تيكون هكا مبعدين. كنوزع داك العسل على شكل دائره كيف ما تيبان لكم على هذا الشكل هذا. معلقه غادي ناخذوا داك لي طوماط وكذلك الكورجيت كنستفوهم فوق من العسل بهذه الطريقه، كنديروا على شكل وريضه. كذلك الكورجيت كتكون رقيقه البنات، ما تقطعوهاش غليظه باش ما طيب لكم. غادي ندير عليها شويه الملحه، كذلك شويه ديال الابزار، واخر حاجه هي غنحتاج ليها هي لاباط فيلتي. انا هنا العجين المورق غادي نقطعها على 4، قطعوها بالقطعه ديال البيتزا ولا بالموس على هذا الشكل هذا، وكنحطوها من فوق من لي طوماط على هذا الشكل هذا، وكنحاولوا نجمعوا لها داك القلاص ديالها الجناب، يعني كنجمعوها كنشكلوا على انطاخت على شكل انطاخت. كانت بانت لكم شي حاجه زايده ديال الجوانب كتقطعوها بالموس. المهم كتحاولوا انكم تجمعوها بهذه الطريقه هذه. صافي كتزيروا ليها مزيان باش ما تسحلش. واخر حاجه انا كنتكوها بالفرشه الفران مشعله لي من قبل على 180 درجه. دائما الفرفره كطيب لمده ديال 30 دقيقه، غير كتبان لكم تحمرات مزيان وذهبات صافي كتخرجوها تيكون هذا هو الشكل ديالها. انا زينتها بشويه ديال الفخوماج بوغاطا من الوسط، وكذلك شويه ديال الزنجلان كحل وشويه ديال القزبر والمعدنوس. كتبقى لكم تزيين اختياري.